ده هيكون فيديو جديد من سلسلة 5 في 5 واللي فيها بنتعلم حاجة على بلندر في أقل من 5 دقايق. ففي الفيديو ده خلينا نشوف ازاي ممكن نعمل قلم رصاص على بلندر في أقل من 5 دقايق. فيلا بينا نبدأ على طول. بس قبل ما نبدأ، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا. اول حاجه هعملها ان انا هروح امسح الكيوب ده، فهقف عليه وهعمل اكس وديليت، وبعدين هعمل شيفت A وهعمل اد مش سلندر. بعدين من هنا من القائمه الصغيره دي هفتح السهم ده، هيقول لي هنا ان في 32 فيرتسز، فانا هعملهم 6 بس. وبعدين هروح اعمل اس زد علشان اكبره على الزد اكسس، وبعدين هعمل اس علشان اصغره حاجه بالشكل ده. طبعا هيفرق معاك انت عاوز ان انت تعمله واقعي قوي ولا انت عاوز تعمله شكل كرتون شويه. فلو عاوز تعمله حاجه شكلها كرتون مثلا تقدر ان انت تسيبه زي ما هو كده وتشتغل عليه، او لو عاوز ان انت تعمله حاجه واقعيه فحاول تعمله بالمقاسات بتاعه القلم الواقعي. بس انا بحب ان انا اعمل الحاجه نص نص كده، ما تبقاش ان هي كرتون قوي ولا تبقى في نفس الوقت واقعيه قوي، فهشتغل على الاساس ده. فخليني اعمل بس سكيل واصغره حاجه زي كده، وبعدين هعمل اس وشيفت زد علشان اصغر على الاكس والواي اكسس واستثني منهم بس الزد اكسس. فكده هتلاقي ان انا بصغره من غير ما يصغر على الزد اكسس، فهصغره بس حاجه بسيطه زي كده، وهعمل كنترول اي عشان اعمل ابلاي سكيل. بعد كده هدوس تاب عشان ادخل جوه الاديت مود، وهتاكد ان انا واقفه على الادج سيلكت من هنا او من رقم 2 من الكيبورد، وهعمل كنترول ار عشان اعمل لوب كات، وبعدين هدوس دوسه واحده وهسحب اللوب كات دي لتحت حاجه زي هنا مثلا، وهدوس دوسه كمان بزرار الماوس الشمال علشان اكونفيرم. بعد كده خليني اعمل زوم ان حاجه زي كده، وهعمل كنترول بي علشان اعمل بيفل واشد كده، وهعمل سكرول بعجله الماوس مرتين علشان اعمل بيفل حاجه زي كده، وبعدين هدوس 3 من الكيبورد علشان اروح للفيس سيلكت، وهدوس الت وهختار بس الفيس لوب اللي في النص دي، وهعمل اس وهصغرها حاجة زي كده. بعد كده هدوس 2 من الكيبورد عشان ارجع للادج سيلكت. بعد كده هروح من هنا هفتح التوجل اكس راي وهسلكت كل الادجز دي، وانا عملت التوجل اكس راي عشان لما اختار كده يختار لي كل الادجز اللي قدام واللي ورا كمان. وبعدين خليني بس اعمل زوم ان كده عشان اشوف، وبعدين هعمل كنترول بي علشان اعمل بيفل حاجة زي كده، وانعم الجزء اللي تحت ده شوية بالشكل ده. بعد كده ممكن الغي التوجل اكس راي. بعد كده ممكن اروح على الفيس سيلكت واسلكت كل الفيسز دي واعمل لها سكيل شويه حاجه زي كده علشان انا حاسه ان هم صغروا عن شكل القلم شويه. بعد كده هلغي التوجل اكس راي وهروح على الادج سيلكت وهدوس الت واختار الادج لوب اللي تحت دي، وهعمل كنترول بي علشان اعمل لها بيفل هي كمان، وهعمل بيفل حاجه بالشكل ده. كده انا خلصت شكل القلم من تحت. بعد كده هروح على القلم من فوق، فهختار بس هتاكد ان انا على الفيس سيلكت وهختار بس الفيس اللي فوق دي، وهدوس اي علشان اعمل اكسترود، وبعدين هقف حاجه زي كده وهعمل لها سكيل وادخلها لجوه بالشكل ده عشان اعمل الجزء اللي فوق بتاع القلم. وبعدين هعمل اي كمان وهعمل حاجه زي كده، وبعدين هروح على الفيس دي وهدوس اكس وهلاقي هنا collapse edges and faces، وبكده هيعمل لي السن بتاع القلم بالشكل ده. بعد كده هروح على الادج سيلكت وهعمل كنترول ار علشان اعمل لوب كات هنا بالشكل ده، وهنزلها حاجه زي كده. بعد كده هروح هدوس الت واختار الادج لوب دي وهعمل كنترول بي واعمل لها بافل، وممكن ادوس الت واختار الادج لوب دي واعمل جي جي وانزلها بس لتحت شويه حاجه زي كده علشان يظبط لي شكل السن بتاع القلم، وهعمل اس وهصغره حاجه بسيطه زي كده. وبعدين هعمل كليك يمين وشيد اوتو سموث، وبس كده. دلوقتي مش باقي حاجة غير ان انت تضيف الماتيريال، فهعمل شيفت A واد مش بلين وهعمل لها سكيل حاجة زي كده، وبعدين هروح على القلم نفسه هعمل نيو ماتيريال وهبدأ ادي القلم الماتيريال اللي انا عاوزاها على حسب لون القلم اللي انا عاوزاه. فممكن اعمل حاجة زي كده، وبعدين هدوس تاب عشان ادخل في الاديت مود، وهتأكد ان انا واقفة على الفيس سيلكت وانا فاتحة التوجل اكس راي، وهختار كل الفيسز دي وهعمل نيو ماتيريال وهعمل لها اساين، وبعدين هعمل نيو وهختار لون تاني، او طبعا ممكن اسيبها ماتيريال بيضة لو انا عاوزة، ممكن بس اقلل الرفنس سنة بسيطة حاجة زي كده. وبعدين هروح
وهروح اسلكت الفيسز اللي جوه دول كلهم كده، اتاكد ان انا عامله سيلكت على كل الفيسز، ونفس الكلام اللي انا عملته هعمل نيو ماتيريال وهعمل اساين وهعمل نيو وهديها ماتيريال تانية. انا عايزه دي تكون حاجه زي ما تكون الجزء الحديده اللي كانت بتبقى حوالين الاقلام دي، فهديها لون اصفر زي كده وهغمق دي من هنا بالشكل ده، وهعلي الميتاليك على الاخر وهقلل الرفنس على الاخر حاجه زي كده علشان تكون ماتيريال بتلمع. وبعدين هاجي من فوق وهعمل نفس الكلام، هسلكت الفيسز دي وهعمل نيو ماتيريال واعمل لها اساين واعمل نيو واخلي ده الماتيريال دي لونها اسود علشان يكون ده الجزء الرصاص بتاع القلم، وهختار الفيسز دي وممكن اقف على نفس الماتيريال البيضه اللي انا كنت عاملاها واعمل لها اساين عشان يبقى عندي حاجه بالشكل ده. دلوقتي ممكن ارجع على الادج سيلكت واعمل الت واختار بس الادج لوب دي واعمل جي واصغرها شويه حاجه زي كده لو انا حابه ان انا سن القلم يبقى صغير بالشكل ده. بعد كده طبعا عشان اشوف الشكل النهائي فهروح على الريندر بريفيو وممكن اعمل دي سايكلز علشان اشوف النتيجه النهائيه عندي بقت عامله ازاي. خليني بس اروح هنا واعمل تاب، مش قادره اسيب دي بيضه بصراحه، فانا هروح هعمل نيو ماتيريال واعمل من هنا نيو وهخلي الماتيريال دي صفرة حاجه زي كده وهعمل لها اساين وبس هقلل الرفنس حاجه بسيطه زي كده، وده بقى الشكل النهائي للقلم بتاعي. ودلوقتي ممكن اعمل له مثلا روتيت ار واي 90 حاجه زي كده وجي زد وانزله على الارض وار زد مثلا والفه شويه حاجه زي كده. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبك ويا رب يكون كان فيه معلومه مفيده ليك. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول، وعلشان تدعم القناه كمان. ولو ليكوا اي اسئله او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.